السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية. هنعملها بقى بالعصيدة او بالعجينة اليابانية. والعصيدة بتطلع معاك القرص هشة وطرية كده، والأنسجة بتاعتها مترابطة، وفي نفس الوقت بأقل مادة دهنية. ده غير ان القرص لو باتت عندك وقعدت كذا يوم بره التلاجة لا بتفرول ولا بتبرول معاكي. شايفين شكلها بقى من جوه؟ دلوقتي بقى هفتح لكم واحدة كده سادة، وواحدة بحشوة الجبنة. حابه بقى تعمليها ساده زي ما انت حابه تحشيها باي حشو من الحشوات، ان شاء الله حتى شوكولاته، هتبقى جميله جدا جدا. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في الطريقه. ودلوقتي بقى معانا اول حاجه في المقادير، معانا كده كيلو من الدقيق او الطحين، او 8 كوبايات ونص من حجم الكوبايه اللي موجوده في الفيديو. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ بعد ما فضيت كيلو الدقيق هاخد منه كده نص كوبايه، نص كوبايه كده بالظبط. يبقى كده خليكم مركزين معايا، احنا حطينا كيلو دقيق وخدنا منه نص كوبايه في الطاسه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى هضيف ايه على الطاسه؟ هضيف كده نص كوبايه من السكر. وزن السكر اللي موجود في الكوبايه وزنه 100 جرام. بعد كده بقى ضفت بنفس الكوبايه اللي انا عايرتي بيها دي وعايرتي بيها السكر، ضفت نص كوبايه من الميه. هرفعهم بقى على النار كده مع التقليب المستمر لغايه لما العجينه تتقل معايا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجه قلبيهم على البارد الاول، وبعد كده ارفعوا الخليط على النار. واول ما الخليط يتقل معايا بالقوام اللي هتشوفوه دلوقتي برفع بقى الخليط من على النار. شايفين الخليط تقل معايا بالشكل دوت؟ دلوقتي خلاص العصيده اصبحت جاهزه معانا. هرفعها بقى من على النار تبرد معايا على ما اجهز بقيه المكونات. هرجع بقى لباقي كيلو الدقيق، هحط كده معلقتين كبار من الخميره الفوريه، وهضيف كده نص معلقه صغيره من الملح، ودي كده معلقه كبيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات، معلقه كبيره كده ممسوحه. بعد كده بقى هقلب المكونات الجافه كده مع بعضيها لغايه لما الخميره تنتشر في الخليط. انت بقى لو مش متاكده من الخميره بتاعتك او الخميره بتاعتك قديمه، تقدري تحطها كده في شويه ميه مع شويه سكر صغيرين وتقلبيهم، وتسيبيهم كده على جنب في مكان دافي لغايه لما يفوروا. وده علشان تتاكدي من سلامه الخميره بتاعتك. انا بالنسبه لي عشان متاكده من الخميره بتاعتي فهشتغل على طول كده زي ما انتم شايفين. بعد ما قلبنا كل حاجه كده هبتدي بقى اضيف ايه؟ هضيف كده نص كوبايه من الزيت. ووزن الزيت اللي موجود في الكوبايه وزنه كده 100 جرام. حابه تستبدلي الزيت بسمنه، هتحطي برده كده 100 جرام من السمنه او خليط سمنه على الزيت. ودلوقتي ابتديت ان انا اضيف العصيده كده زي ما انتم شايفين. مش ضفتها الا لما بردت كويس جدا الاول، ركزوا معايا لازم العصيده تبرد قبل ما تضيفيها على العجينه. بعد كده بقى هضيف كوبايه من الحليب وعليها كده كوبايه وربع من الميه. حابه تستبدلي الحليب بكوبايه من الزبادي او الياغورت زي ما انت حابه. عندك كوبايه كده من الحليب القاطع تقدري تحطيها مكان كوبايه الحليب. ودلوقتي بقى هبتدي الم العجينه كده زي ما انتم شايفين. وفي المرحله دي العجينه لو ما لزقتش منكم كده يبقى كده عايزه ربع كوبايه من الميه كمان. هتضيفيها بالتدريج لغايه لما تلاقي كده العجينه بتلزق معاكي في ايديكي، وتقعدي تعجني فيها مش اقل من ربع ساعه لغايه لما التلزيقه تخف معاكي كده، وفي نفس الوقت برضو العجينه تكون معاكي عرق. والعرق يا جماعه هو المطه في العجين، والمطه في العجين دي هي اللي بتخلي الانسجه بتاعه العجينه مترابطه معاكي بعد التسويه. وبعد ما عجننا العجينه يا جماعه غطيت عليها كده لغايه لما خمرت معانا وقبت كده زي ما انتم شايفين وملت البوله. بعد كده بقى ههبط الخمر ده وهبتدي اشتغل في العجينه على طول. نسيت اقول لكم وانتوا بتعجنوا العجينه لو حابين بقى تحطوا سمسم حطوا، بس اهم حاجه تحطوا سمسم متحمص. هتحط على كيلو دقيق 5 معالق كبار كده من السمسم المتحمص لو انت حابه تحطي سمسم. حابه بقى تحطي شمر وينسون تقدري برضو تحطي على العجينه وهي بتتعجن. ودلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نشكل القرص معانا زي ما انتم شايفين كده. هنشكلها بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. انا بالنسبه لي النهارده هقطعها كده على حجم البرتقانيه الصغيره او الاستفنديه الصغيره. انت بقى حابه تصغريها عن كده حابه تكبريها زي ما انت حابه، بس الصراحه انا شايفه الحجم ده مناسب. انت بقى حابه تصغريها عن كده شويه كمان ما يجراش اي حاجه، انما مش تكبرها اكبر من كده. وبعد ما عملت جزء من العجينه هنبتدي بقى نحشيه. انت بقى حابه تحشي بحشوه الجبنه زي ما انت حابه بقى تحشي بشوكولاته، تحشي باي حاجه تانية برضو زي ما انت حابه. دي جبنه فيتا يا جماعه. هبتدي اقطعها كده لقطع صغيره، وبعد ما بططت العجينه هروح حاطها كده في نص العجينه وابتدي بقى الم اطراف العجينه كده على قطعه الجبنه. اهم حاجه تقفلي على الجبنه كويس جدا الاول قبل ما تحطيها في الصاج علشان ما تفتحش منك. انا دلوقتي بقى هبتدي احشي كده جزء بالجبنه وجزء هخليه ساده. اللي هحشيه بالجبنه هحشيه، والساده كده هبططه زي ما هو، يعني بعد ما كورتها كده هبططها بس.
حابه بقى تحشيها بالعجوه عادي جدا، هتجيبي العجوه كده وتكوريها وتحطيها مكان الجبنه وتحشيها، يعني مفيش اسهل من كده. انا دلوقتي بقى حشيت 4 كده و2 خليتهم ساده. زي ما انتوا شايفين جبت الصاج ودهنته دهنه كده من الزيت. اهم حاجه تدهني الصاج كده دهنه محترمه من الزيت، وده علشان القرص ما تلزقش منك بعد التسويه. نقلت بقى القرص كده في الصاج وهبتدي بقى ان انا ابططها كده جوه الصاج. بططيها جوه الصاج احسن، علشان خاطر القرصه ما تبوظش منك. لو بططيها وجيتي حطيتها في الصاج هتبوظ منك، فانت بططي كده وهي في الصاج افضل. وحاولي بقى تسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه لو انت حباهم مش يزنقوا على بعض. وده طبعا لان العجينه يا جماعه حجمها بيزيد بعد الخمر، لان احنا هنسيب السجون دي تخمر كده المره تانية لغايه لما تقب كده وحجمها يتضاعف معانا، وبعد كده هنسويها. انا عملت كده اول صاج زي ما انتوا شايفين، ودول صاجين تانيين اهمت. هما يطلعوا معاكي كده من 27 قرصه ل 30 قرصه. لو صغرتيهم اكتر من كده يطلعوا معاكي 35 40 قرصه، بس علشان انا مكبره الحجم فهيطلعوا معايا 27 قرصه. وده كان شكل الصاج بعد ما خمر يا جماعه. ودلوقتي بقى هدخله الفرن على درجة حرارة 250، يعني على أعلى درجة حرارة. وده علشان القرص ما تنشفش منك وتستوي معاكي كده وتقب بسرعة في الفرن وتطلع بسرعة، ما تنشفش منك، لأن لو وطيتي عليها النار هتنشف معاكي. وده كان شكلها أول ما طلعت معانا من الفرن. حابين بقى تعملوا الحركة اللي أنا بعملها دي زي ما انتوا حابين. أنا أول ما طلعت من الفرن كده دهنتها كده دهنة من السمنة البلدي. الحركة دي بتديها لمعة وبتديها طعم جميل جدا جدا. وده كان شكلها يا جماعه بعد ما دهناها كده بالسمنه البلدي. دي اول قرصه معانا زي ما انتوا شايفين، شكلها كده يفتح النفس لوحده. قرص طريه وهشه كده، والانسجه بتاعتها مترابطه. وزي ما انتوا شايفين اللون بتاع الظهر بتاعها كده جميل جدا جدا، وده علشان احنا مبططينها جوه الصاج. وحاولي بقى وانتي بتسوي الصاج كده تطلعيه كل شويه وتغيريه على الناحيه التانيه، يعني تغيري الاتجاه بتاعه، بحيث ان القرص كلها تاخد معاكي لون واحد كده وتطلع بالشكل الجميل ده. وطبعا لازم اول ما القرص تطلع كده من الفرن وهي لسه سخنه مولعه نار بنغطي عليها، وده علشان تعرق معانا كده ووشها ده انه طري معانا كده لاخر قرصه. وده كان شكل القرص بعد ما بردت معانا. دي اللي محشيه بالجبنه يا جماعه، يا ريت تكون ظاهره معانا، شايفين؟ ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل الحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. الفيديو جميل ويستاهل لايك. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، علشان كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اترككم في رعاية الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.